سلام سلام، كي دايرين؟ واش اخباركم المتابعين ديالي العزاز؟ واش اخباركم؟ صحه لاباس؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. انا رجعت لي معكم اليوم بفيديو جديد. صايبت هاد الدجاج اللي كنعرفوه كل الوليدات كيبغيوه، لا حتى حنا الكبار، علاش لا حتى حنا كيعجبنا، وكيكون في المطاعم الكبار بطبيعه الحال كلكم كتعرفوه، وكيكون بواحد الثمن طالع. انا اليوم وجدته معكم بطريقه اقتصاديه، وكل شيء عندنا في الدار، حتى حاجه ما غادي نجيبوها من نعاود نقولوا خصنا الدجاج، خص يكون عندنا غير الدجاج في الدار ومع الفيرميسيل والزعلوك. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. خليو لي شي لايك وديروا دركوا الجرس باش توصلكم اي فيديو حتى جديد يوصل عندكم، وشي كومونتير الا عجبكم الفيديو من طبيعه الحال فضلا وليس امرا. وخليكم مع الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا كاع الطريقه باش صايبت هاد الشهيوات. بسم الله على بركه الله. بدا خص يكون عندنا واحد البول بحال هكا ولا بانيو ولا بواطه كما بغات تكون. غندير واحد نص كاس ديال الماء. فاش نخلط هاد العطريه غندير راس معلقه ديال البزار مع عمراش، حيت غادي ندير الهريسه، سكينجبير حتى هي قياس معلقه صغيره، معلقه عامره ديال التحميره. هادو راه عندي انا معالق صغار. هاد القياس نيت بحال غتعبروا بمعلقه صغيره. ملحه، معلقه عامره ديال لاموطارد. عندي هنايا زبور حبوب، الهريسه كديروا على حساب الذوق. عندي هنايا ضرس ديال الثومه كبير، غادي نديرو غير هكا بالقشره المعسه هكا. صافي. وعندي هنايا ياغورت مسوس بواطه كلها ولا كاس ديال اللبن. كان عندكم ياغورت مسوس ديروه، كان اللبن ديروه بحال اللبن ديروا كاس ديال اتاي عامر ديال اللبن. بالنسبه لهاد الشرموله دابا اللي غادي نصايب اللي غنرقد فيها الدجاج، غادي كنصايبها في الليل ونخليها تبات. صايبتوها في الصباح خليوها واحد 2 سوايع، حيت خصها ضروري هاد الدجاج ياخذ الاقامه ديالو مزيان. بالنسبه للدجاج انا راه عندي هنايا طريفات ديال الصدر قطعتهم صغار هكا، والدجاج راه درت كاع طريفات ديال الدجاج هكا، الفخذ جنيوحات قطعت ليهم درتهم هكا طريفات صغار. صافي نتوما راه كيبقى لكم القياس ديال الدجاج. عندي هنايا 2 رجيلات وراه فلحتهم هكا بالموس باش كيدخل ليهم الشرموله والطياب، منين يكونوا كيطيبوا يدخل ليهم العطريه. نشرب لهم الاقامه مزيان باش يشربوا شحال ما خداو الاقامه شحال غادي يجيو بنان. نزيد لهم واحد نص معلقه ديال الخل باش تيجيو فتيين. دابا غادي نغطيهم بالسلوفان، غادي نبيتهم في الثلاجه ونخليهم حتى الصباح. دابا داك الدجاج من بعد ما خليتوه بات الليل كله في الثلاجه، غادي نصايب ليه الطحين ديالو. عندي هنايا واحد الخماره حمراء، نزيد عليه شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار باش نبنن هاد الطحين باش ما يجيش الدجاج باسل. فرزت شويه ديال التحميره، غديروا معلقه كبيره ديال التحميره. انا عندي ديك التحميره البلديه ديك الناشفه، داكشي ما كتعطيش اللون. صافي دابا غادي نبدا نهز الدجاج نديرو في الطحين.
صافي دابا غندير يديا وصافي. احسن نديرو مزيان هكا في الطحين. وهنايا راني دايره الماء عادي ودرت معاه شويه ديال الثلج. غنعاود نردو هكا في الماء، حيت هاد القضيه هي اللي كتعاود تخليه باش يشرب داك الطحين مزيان. نعاود ندير ليه الطحين، من بعد كنبقاو نديرو ليه هكا بيدينا باش كيعطينا ديك التشويكه اللي كتكون فيه، وديك القرمشه كتجي فيه قرمشه زوينه. صافي دابا غادي نبقى على هاد بحال هكا حتى نسالي هاد القياس ديال الدجاج كله اللي عندي. صافي دابا راه من بعد ما ساليت ديك الطريقه كلها ديال الطحين، انا راه دايره الزيت هنا دايره في الكاسرونه، وكنت ناقصه عليه البوطه وخليته. هو من الاحسن دار هكا شي حاجه غارقه، ما دارش اما مقله غارقه اما كاسرونه ولا فريتوز. اللي عنده الفريتوز يدير فريتوز. لو دار الدجاج بحال هكا كيخصو الزيت تجي فوق منه، ما يكونش شاين الزيت بحال قليله بحال الشكل ديال الحوت. صافي وتبقى البوطه منقوصه على هذا القياس بحال هكا باش يطيب لكم الدجاج ديالكم باش ما يبقاش خضر. صافي دابا نخليه باش غادي نرافقوا داك الدجاج. عندي هنايا الفيرميسيل 4 ديال الضمان، نتوما راه كيبقى لكم القياس. وغادي نفزكها بطبيعه الحال بالما طايب. غادي باش نصايب نيت ديك الشعريه غادي ندير الفلفله مقطعه. عندي هنايا غير نص فلفله حمراء ونص خضراء، عويدات ديال الكرفس وطريف ديال الدجاج، الصدر ديال الدجاج. بغيتو ديروا طريفات الحوت ولا الكروفيت اللي بغيتو، غير المهم دابا انا ما عنديش، غندير غير طريفات ديال الدجاج. غنزيد عليهم الملحه والبزار وضامه ديال الكنور البقري، وإلا درتو الحوت ديروا ديال الحوت. غندير الزيت عاديه، قياس واحد 3 المعالق كبار ديال الزيت. صافي دابا غادي نعاود نشعل على البوطه ونخليها نقيس البوطه ونخليها حتى تشحر هاد الفلفله مع الدجاج. صافي دابا هاد الفيرميسيل راه فزقات، غنقطعها مزيان بالمقص باش منين كل واحد كياكلها ما تبقاش معذبه في الماكله. صافي هي ديك المريقه راه تشحرات ودغيا كطيب ما كتعطلش. دابا غادي نخوي على الشعريه. دابا غنزيد عليها الصوجه، جوج معالق ديال الصوجه. صافي دابا راه هي وجدات، هي كتوجد هاد الشعريه ماشي زعما ما كتعطلش. بالنسبه لهاد العويدات ديال الكرفس انا ما كنرميش، دابا ملي كيبقى كعويدات زوينين كنقادين كنغسلهم ونديرهم في الفريغو. كينفعوني في هاد الشعريه بحال دابا في الحريره كنسلقهم مع مطيشه وكنطحنهم باش كتعطي داك البنات ديال الكرفس. دابا ما كنرميهمش، انا دايما كنخبيهم هكا كينفعوني. هنايا باش غنصايب زعلوك، عندي هنايا 4 المطيشات محكوكين، وعندي واحد الراس ديال الثومه صغير، قزبور ومعدنوس. العطريه عندي الكمون والحار، قزبور حبوب. انا كنديرو كاع فهادشي اللي فيه مطيشه كندير فيه انا قزبور حبوب، تحميره ناشفه هادي او البابريكا، وشويه د الملحه حيت الدنجال درت فيه الملحه، وغنزيد الحامض والزيتون حتى هما مالحين. وغنزيد زيت بلديه، غندير غير شويه حيت راه الدنجال مقلي في الزيت. صافي صافي دابا غادي نحرك عليها ونخليها نسد عليها ونخليها طيب. صافي دابا غادي زدت واحد المعلقه هنايا ديال المطيشه الحك، وغادي نحرك مزيان. بالنسبه للدنجال عندي انا هنا كيلو ديال الدنجال، قطعته هكا غير هكا رقيق، وكنرشو شويه د الملحه ونخليه باش داك الماء اللي كيكون في الدنجال كيهبط منه ما كيبقاش فيه باش ما كيشربناش الزيت. صافي وغادي نخوي كله. صافي كنمعسو هكا. الا ما كايناش هادي ديروا غير شي مغرفه، لا كاينه هادي راه دابا موجودين، ما كايناش غير مغرفه وتبداو تمعسوا بها هكا باش يتمعس مزيان. صافي دابا شتي كيجي هكا
ومن بعد غنزيد عليه الزيتون حمر مقطع وواحد ربع حامضه مقطع. صافي دابا غادي نحرك مزيان شويه وغادي نطفي عليه.